بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. أحلى فتة هناكلها النهاردة إن شاء الله. جهزناها بمقادير بسيطة وحاجات بسيطة موجودة في البيت. لازم كل سنة وانتم طيبين، عيد الضحية لازم فتة يعني. طبعا احنا عارفين ان احنا بنحمر شوية عيش. العيش زي ما احنا شايفين اهو، بنحط له حتة تومة صغيرة كده، مقطعينه قطع مربع صغيرة، وبنجلب فيه حتة التومة كده، وبنجهز طاسة فيها زيت خفيف يعني مش تقيل خالص، وابدأ احمر فيه واقلب فيه العيش ده. بحمره كده وبياخد حتة جرمشة ولون حلو. بالتدريج يعني، مش بحط مقدار زي ما احنا شايفين كده في الطاسة، وياخد اللون الحلو الاصفر ده زي ما احنا شايفين، واطلع من الطاسة واحط غيره، وهكذا يعني لحد ما اخلص شوية العيش اللي انا عملته. يعني احنا تقريبا حوالي رغيفين عيش دول او 3. احنا زي ما احنا شايفين كده اهو خلصناهم، حمرنا العيش وجهزنا. هنحضر في الطاسة دلوقتي اللي هو التسبيكة بتاعت الطماطم. الصلصة اللي انا بحطها على الفتة، بحط معلقة توم كبيرة زي ما احنا شايفين كده، وعليها شوية ملح بحاجة كويس، واقلب فيها تاخد لون حلو كده اصفر. وبحط عليها الصلصة اللي هي انا عندي كان صلصة مخزناها دي. جبت كيس وحطيته عليها كده، وبحيجها وبحط لها حتة بهارات، وبحط لها نص معلقة سكر عشان الحموضة ما تعملش حرقان برضو. وبقلبها كويس واسيبها تغلي كده، تتسبك كويس. دي السكر اهو عشان الحموضة. واسيبها تغلي لحد ما تتسبك. وفي طاسة تاني بحط حتة زبدة زي ما احنا شايفين، وشوية زيت صغيرين، وحتة توم صغير يعني معلقة صغيرة خالص توم. بقلبها كده تسفر تاخد لون كده زي ما احنا شايفين بحاجة مع بشوية ملح برضو خفيف، ملح وفلفل. واقلبها كويس، واحط عليها اللي هو شوية الخل. دول تقريبا حوالي 3 ل4 معالق خل زي ما احنا شايفين اهو. بعدين بحط دول شوية شوربة، بحط كده مجين شوربة، واخليهم يغلوا على النار كده. برضو بركنهم على جنب، واسيبهم على جنب بعد ما يغلوا زي ما احنا شايفين. دول اللي هو هنبدأ نضيف منهم على العيش لما نيجي نعمل الفتة. وهجهز شوية الرز الابيض، طبعا هو مش رز محمر. بحط شوية زيت في الحلة، وبكون غسل الرز بتاعي، وابدأ اقلب فيه. وانا خدت من الشوربة اللي انا عملتها بحتة توم دي اللي هي هسقسق بيها العيش، خدت منها كبشتين كده، وهاخد كبشتين من الشوربة بتاعت اللحمة زي ما احنا شايفين كده اهو. واركنهم على جنب. هقول لكم هنعمل بيهم ايه. واجي هنا اقلب الرز في شوية الزيت كويس خالص، بحيث ان تروح كل رز يعني الرز عندي يتشرب كده بمعلقة الزيت اللي انا حطاها. وادي الصلصة بتغلي اهي على جنب بتتسبك. فبقول كده كفاية خالص كده، هطفي عليها وزي الفل كده انا حضرت الصلصة بتاعتي. ادي الشوربة اللي انا حضرتهم، شوية الشوربة اللي بتوم وعليهم كبشتين، بزود عليهم شوية مية، وبأسقي بيهم الرز، وبحيج الرز كويس كده زي ما احنا شايفين. بعد كده بقلبه كويس واظبط ملحه، وبسيبه يستوي على نار هادية عندي. وبركنه برضو، انا بستنى كده على ما الرز يستوي خالص، بغطيه. انا هنا اللحمة بطلعها من الشوربة بعد ما انا سلكتها اهي. طبعا احنا عارفين الشوربة بتبقى جميلة ازاي بتاعت اللحمة. شوف الشوربة صافية ازاي. انا بطلع قطع البصل والطماطم اللي انا حطاها فيها، وورق اللوري والحبهان. طبعا بطلع اللحمة اهي زي ما انا طلعتها كده، باخد من الصلصة اللي انا سبكتها بالثوم دي معلقتين 3 كده، بحطهم على اللحمة واقلبهم كويس فيها كده عشان يتنكهوا بريحة الصلصة بالثوم دي، وياخدوا اللحمة تاخد نكهة حلوة كده. وادي الرز بتاعي بدأ يشرب ميته. لو حسيته هو ناقص سوا شوية كده، فانا هحط له بس كده يعني
نص كوباية مية، ويكمل سواه على نار هادية برضو، واسيبه لحد ما يستوي كويس. طبعا انا الشوربة عندي بتبقى زيادة، باخد مقدار منه كده بركنه للاستخدام، وهي لو كتيرة طبعا زي ما احنا شايفين انا بصفيها خالص من اي حاجة فيها، وبحطها بخزنها عندي في اكياس. لو انا محتاجة في اي وقت شوربة طبعا بطلع لي في اي وقت بطلع كيس استخدمه في اي حاجة عايزة اعملها. طبعا لان الشوربة دي خسارة، احنا يعني دي شوربة لحمة، في اي حاجة طبعا، في محشي، في شوية رز بتسويهم، عايزة تطبخ شوية ملوخية صغيرين برضو تبقى عندك حاجة موجودة في الفريزر. وادي اللحمة انا بعد ما عملتها بمعلقتين الصلصة اللي هو بالثوم، صلصة الثوم دي اللي انا تحت الفتة، هحمرها كده في معلقة زبدة. وادي هجهز عندي الفتة. انا بحط طبقة خفيفة بس معلقتين كده 3 رز كده خفيف خالص في القاع بتاع السرفيس زي ما احنا شايفين كده. وابدأ بعد كده احط العيش المحمر بتاعي زي ما احنا شايفين لونه جميل ازاي ومجرمش والله، وطعمه في منتهى الجمال. ادي احنا بنعمل الطبقة التانية من الفتة بتاعتي بالعيش. وادي الشوربة اللي انا عاملاها بالثوم دي، باجي اسقسق بيها كده العيش كده، يعني طبعا مسخناها. وادي بسقسق كده بالراحة كده بالمعلقة كده، مش معلقة كبيرة انا، لا معلقة جايباها بحيث اني متاخدش كمية كتيرة، ما يبقاش طري كده العيش، يبقى برضو في حتة الجرمشة كده وانتي بتاكليه برضو مع الفتة، بيبقى طعمه احلى والذ يعني. واجي بعد كده احط طبقة الرز الاخيرة اللي هي عندي في الاخر خالص دي. ما شاء الله الرز ابيض خالص اهو انا حطيته. وابدأ برضو معلقتين خفاف كده من الشوربة برضو بتاعتي اللي معمولة بالتومة، بسقسق كده بسيط منها. واجي احط الصلصة بتاعتي اللي انا مسبكاها تسبيكة الفتة بتاعتي زي ما احنا شايفين اهي، في منتهى الجمال والله، وطعمها في منتهى الجمال. بحط كده وبطريقتي بتبع الكمية اللي انت بتحبيها، في ناس تحبها زيادة شوية، ناس تحبها خفيف. وانا برضو الكمية الباقية هحطها في طبق جنب طبق الفتة، لو حد بيحبها اكتر من كده يحط برضو. ادي اللحمة بعد ما حمرناها برضو بنحطها كده على الفتة في طبق في منتهى الجمال طبعا. ولادنا كلهم بيحبوا الحاجات دي. طبعا كل سنة وانتم طيبين. لو ما كناش الفتة في عيد الضحية ما يبقاش كده عيد الضحية يعني. ادي برضو التسبيكة بتاعت الطماطم انا حطيتها جنب طبق الفتة، اللي عايز زيادة ياخد منه. وبالهنا والشفا، وما تنسوناش في الشر والله يخلق قناتنا ومامتها. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم يا رب.